بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أطايب. اليوم حبيت نشارككم وصفة جاتو ساك بالشيكولا، راقي بريستيج. تستعملوه في الأعياد في المناسبات. نروح مع بعضنا إن شاء الله فرجة ممتعة، ونروح مع بعضنا للمقادير. الحاجة الأولانية نحكموا الشيكولا تاعنا، ذوبوها على حمام مائي بدون أي إضافات، وديروها في المول هذا تاع لاكوما، وخلوها في الفريجيدير حتى تشد روحها معاكم حتى تجمد. ومن بعد نديمولوها، راح تديمولها لكم بكل سهولة، ما تزيدولهاش إضافات. الإضافات هي اللي تخليها ما تخرجلكمش من المول. كيما راكم تشوفوا لي غوزة هذه خرجت لنا، الوردة هذه خرجت لنا. ونحكموا اللماع هذا رانا دائما نخدموا به. كيما كنت نقول لكم قبل، راه يتباع بودر غبرة، وتتباع معاه واحد الماء، واحد الماء سائل اللي تخلطوه بها. بصح انا ننصحكم يعني ديروا بالزيت، انا درت معاه شويه زيت برك. ليسونسيال اننا نرونوا هذاك البودر تاعنا. حكمت الورقات اللي منا ومنا درت لهم ذهبي، والورده درت غير شويه، ترصيت غير الحاشيه برك باه ما تجيكمش اكليه ذهبيه. هكذا نكملوا اكل الحبات نتاوعنا. شحال من حبه رانا محتاجين نكونوا وجدناهم مقبل باش من بعدك نعودوا نخدموا ما ننغلبوش. ونروحوا مع بعضنا لاباط. العجينه هذه رانا دائما نديروها تاع جاتو ساك، ونعاودوها مع بعضنا بسرعه. باطه تاع مقارين 250 غرام مقارين، تجي معاها 4 مغارف تاع زيت. كل 250 غرام ديروا معاها 4 مغارف نتاع زيت. لأول مرة تشاهد قناة تاعنا ما تبخلوش علينا بتفعيل زر الجرس، ما تبخلوش علينا بالابوني، ما تبخلوش علينا بالبرطاج ان شاء الله باش يطلع لنا اكبر عدد من المشاهدات. ما تبخلوش علينا كيما ان شاء الله ماناش نبخلوا عليكم بالاسرار. ما تبخلوش علينا بالحوايج اللي احنا محتاجينهم. درنا لافاني انا استعملت لهنايا هذا تاع القرعه، وكاين اللي راه يجي يتباع بودر هكذا كيما راكم تشوفوا. ورموا معاها بيضة كاملة وصفر بيضة. حتى تبداو مع الباتور. قبل درنا السكر كلاصي كاس، وزوج مغارف تاع مايزينا. المايزينا لهنايا كاين البنات، شوفوا ركزوا معايا، كاين وين نقدروا نستعملوا حتى لنص كاس. اللي كنتوا روحي تخبوها مثلا عندكم راكم تحضروا العرس ولا حاجه وخدمتوها ب 15 يوم ما قبل لازمنا نكثروا المايزينا. ديروا نص كاس والله. واللي كنتوا رايحين تخدموها من وتاكلوها من، ما كان لا تكثروا المايزينا بزاف، باسكو هكا كما راكم تشوفوا راني باطي فيها بالباتور. الباتور يخفف الكاطو والمايزينا تخفف الكاطو. ثم وين نلقاو المشكله مع التكسار، يتكسر لكم الكاطو بزاف، يجي خفيف بزاف. انا لهنا راني درت غير زوج مغارف باسكو الكاطو راح يتكل ديريكت. لهنايا بديت نرمي في الفرينه حتى باتوها عطوا لها حقها. انا راني اختصرت لهنا الفيديو، عطوا لها حقها في مع الباتور، وطموها بالفرينه حتى تعطيكم عجينه متماسكه. ربع ساعه حتى لنص ساعه خلوها تربوزي شويه، ومن بعد نرجعوا حلوها بين ورقتين تاع زبده. ما ننصحكمش ديروا الفرينه، كاين اللي يستعملوا الفرينه تيبس العجينه، وحنا حابين العجين الكاطو تاعنا يجينا خفيف. إذا جاكم العجينة خفيفة بزاف، غمسوا المول تاعكم في الفرينة. ما باش ترشوا لها من تحت الفرينة ومن فوق الفرينة، لا خلوا العجينة تاعكم طرية، وكتعودوا توسوا فيها، كتعودوا تطوبعوا فيها، غمسوا الطابع نتاعكم في الفرينة. لهنا استعملت كريمة الزبدة. في الوسط استعملت الكراميل خدمينه في الدار، تقدروا تجيبوه من برا، تقدروا تدخلوا على دوكا خليكم في صندوق الوصف طريقه صنع الكراميل. هذا الكراميل تاع الشيكولا البيضاء. انا عندي احسن نوع تاع كراميل اللي يتخدم في الدار هو تاع الشيكولا البيضاء. كاين اللي يخدموه بالمايزينا، وكاين اللي يخدموه بالكابريز. كاين عده انواع باش كيفاش نخدموه. انا لهنا خدمته لكم بالشيكولا البيضاء، واني حطاته في القناه نتاعي، تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوه. وتضغطوا عليها ضغطة خفيفة حتى تخرج لنا كريمة الزبدة باش نسووها مع الحبات مع الكاطو. خلوا الكريمة تاعكم، خلوا الحبات نتاعكم حتى تكملوا الحبات الكل، خلوهم يشدوا رواحهم. تشد كريمة الزبدة تشد روحها، ومن بعد تجيبوهم ذوبوا الشيكولا تاعكم على حمام مائي، زيدوا لها شوية نتاع زيت باه تمياه لكم، ما تكثروش بزاف كيما راكم تشوفوا. وحطوهم على جنب، كوفروهم بالشيكولا وحطوها على جنب حتى تنشف معاكم. كي تنشف معنا
كي تنشف معنا نبداو نديرو الديكور هكذا حتى تكملوا الحبات تاعكم الكل. لهنايا على الجنب هذا اللي منا الكوتي اللي منايا، الكوتي اللي منا درنا فيه هذا كما كتشوفوا فيه سكر جيود. سكر جيود يا البنات راه كاين واحد يدير 500 ألف للكيلو، هذا يدير 600 ألف للكيلو. انا ننصحكم بهذا خير من هذاك، باسكو علاش هذا رانا نديرو فيه ديكور من الفوق. لازم تكون حاجه هكا صح باه تخرجكم الكاطو تاعكم الله يبارك عليه. هكذا كما كتشوفوا دوكا نحكموا السكر جيود، درنا شويه عسل هذيك في هذا الكوتي اللي منايا. هنا درنا كامل الاخر تاعنا. راه الحبات اللي طاحوا لكم بلا سكر بلا العسل راه ما يلصقوش، راهم وحدهم يتنصلوا لكم. وغطوا هذاك واش درنا عسل غطوها كامل بالسكر. ومن هنا نحطوا دركايه في الوسط نحطوا الورده هذيك اللي كنا ديجا خدمناها من قبل. وبالصحه والهنا عليكم. كيما هكذا راكم تشوفوا فيها. دوكا نجيبوا الشيكولا تاعنا، الورده تاعنا نديروا لها شويه شيكولا. الكاميرا ماشي حكمت لي الشيكولا اللي كنت نقلاصي بها، هي اللي درت بها قطره برك من تحت وحطيها باه الورده هذيك ما تبوجيش بهذا الشكل. وبالصحة والهنا عليكم إن شاء الله تاكلوها بالصحة والهنا. دوكا حبيت نقسم معكم الحبة هذه تجيكم من الداخل فيها كريمة الزبدة مع الكراميل هذاك، تجيكم ما شاء الله ذوقها روعة. ديروها ما تندموش عليها، وهذا الشكل تاعها النهائي. ديروها ما تندموش عليها، وبالصحة والهنا عليكم.